تخيل معي يا عزيزي المشاهد، هلأ إذا بنجيب كلية خنزير ونزرعها عند إنسان محتاج كلية، هل تتوقع إنه تنجح العملية أو لا؟ هلأ توقعك إنه لا، ولكن الحقيقة إلى رأي ثاني. بس قبل ما نغوص بالتفاصيل بدي أسألكم سؤال تفكروا فيه. ليش الخنزير من بين كل الحيوانات اللي تفاصيله بتشبه كثير تفاصيل البشر، مثل العين والجلد والأعضاء الداخلية؟ مثلا هاي عين خنزير وهي عين ترامب، مش رح أقول إنسان. بيكون شو بيشبهوا بعض، تحسوا خيو برضاعة يا زلمة. بس الأغرب من هالشي كله يا أعزائي المشاهدين، اللي عن جد صدمي إنه أعضاء الخنزير تتشابه كليا مع أعضاء الإنسان، مثل القلب والكبد والكلى. يا جماعة هالشي بخلي يتطرق براسي فكرة جدا غريبة، واللي هي هل الخنزير إنسان ممسوخ؟ قبل ما يرتفع عندك هرمون الدوبامين يا عزيزي المشاهد، ما تنسى انه انذكر عنا بسورة البقرة بالآية 65: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وبحسب تفسير علمائك انه كان المقصود قوم محددون، قوم اسرائيل كان محدد. خلص خلينا نحكي بشفافية. خلينا نرجع شوي للخنزير. شو رأيك انه بسنة 2024، يعني من سنة، تم اجراء اول عملية جراحية لانسان عمره 62 سنة بزراعة كلية خنزير، اسمه ريتشارد سلايمان. وطبعا هالشي صار بعد ما تعدل على الكلية باستخدام تقنية كراستر، لقدروا يشيلوا جينات تسبب رفض الجسم وضافوا جينات بشرية، والنتيجة كانت انه الزلمة صار مثل الحصان، عايش طبيعي وبعده يمكن لسه عايش، انه ايجابية ما في اي خطر حتى على المد البعيد. ولزيدك من الشعر بيت انه بعام 2025 اللي نحن فيه تم اجراء عملية لشخص ثاني اسمه تيم اندروز، وتم اعلان نجاح العملية. السؤال هو، هالشي ما خلاكم تفكروا بشي عميق؟ اذا بدي غوص بالتفاصيل الفيديو مرعب، يعني لازم اكتب عليه زائد 18، فراح اكتفي بالقول لهون انه طلع معي نظريات على العقل البشري ما راح يستوعبها لانه مش عايشها قبل. فلهيك حط لايك لهذا الفيديو وتابع الحساب. كان معكم خيكم أنسر، بيس.